شاهد ماذا قال هذا الإعلامي الجزائري عن منتخب المغرب. طيب باش نكونوا صراحة أيضا قبل ما نختموا هذا العدد، المنتخب المغربي هو الأول في إفريقيا حاليا. يعني السنغال لا في ترتيب الفيفا. ترتيب ما عنده حتى مانع. علاش نهضروا في ترتيب الفيفا؟ المنتخب المغربي هو الأول إفريقيا. هل ترى بأنه من الغريب أنه نشوفوا منتخب مغربي يوصل من الدور الأول أو من الدور الثمن نهائي أو ربع نهائي؟ وكل المحللين كل نقاد كرة القدم ما ترشح المغرب، ما عدا ربما بعض النقاد الرياضيين كلهم يقولون بأن المنتخب المغربي بشخصية البطل راح يعاني في هذه المنافسة. راح يعاني كثير، لأنه شوف خصائص إفريقيا، يعني قلت لك خصائص إفريقيا وقيمة اللاعبين الموجودة في المنتخب المغربي لا تتوافق ولا تتطابق. لو لعبت الدورة في شمال إفريقيا في تونس في مصر ممكن نرشح لك المنتخب المغربي. في تلك الظروف نشوف أن المنتخب المغربي بعيد جدا عن الفوز باللقب، ولو أنه لو تطور الأمور. أنا وقالها المدرب الجزائري لمنتخب تنزانيا، قال طلبنا باش نلعبوا على 3 تاع العشيه ولا 2 تاع العشيه. هاي الامور اللي تخليك تحكي بواحد الامر تتمناهم ماذا بهم ما يلعبوش كاع البريمي تور ويروحوا لدارهم. هذه الاشياء اللي تخلينا يعني والله ما شوف. انا من عشاق اللاعبين المغربيين، انا امور تحت طابله. انا من عشاق، انا توجور جي ديفوندي عادل تعربت واعتبرته احد احسن وامهر اللاعبين في تاريخ افريقيا. كنا نحبوا اللاعبين المغاربه، نحبوا المنتخب المغربي، حتى باللاعبين هادو معجبين باللاعبين المغاربه، ولكن بالنظر للسياسه التي تسير بها ابدا لي فيلم والسكاتش وبداو هذا وهذا والاربيط ومنا كيما البارح كاع ولاو يديروا. انا عم بالهم يديروا في جيمناستيك كاع يديروا هكذا. ابن عمي واش الطبايع هذوما؟ اسكو شفتوا ان بي افريكا اون ايكيب ناسيونال افريكان؟ كاين اللي خسروا، كاين اللي ليميني، كاين اللي اسكو شفتهم يديروا هكذا؟ سكاتش ولا هكذايا؟ الو دخلنا في لي فيلم.